عمرك حسيت إن في حد بيراقبك وإنت لوحدك في الحمام؟ طب إيه رأيك لو أقولك إن في ناس ماتت بسبب لحظة واحدة وهم بيكبوا مية مغلية؟ اللي هتسمعه النهاردة حصل بجد، أو على الأقل الناس بتقسم بكده. أهلا بيكم في قناة كابوس الحكاية، المكان الوحيد اللي كل قصة فيه ممكن تكون آخر حاجة تسمعها قبل ما تنام أو ما تنامش خالص. قصة النهاردة مش عن جن بس ولا عن بيت مسكون، دي عن مكان كلنا بندخله يوميا، الحمام. في شقة قديمة في حي شعبي في القاهرة كانت عايشة أسرة بسيطة، الأب، الأم، وبنتهم الصغيرة سلمى، اللي كانت دايما بتخاف تدخل الحمام لوحدها. كانت بتقول لأمها في حد واقف ورا الستارة بيبصلي. الأم كانت بتضحك وتقول دي تخيلات يا بنتي، بس الحقيقة إن الموضوع ما كانش تخيلات. في يوم من الأيام الأم قررت تغلي مية عشان تنظف الحمام كويس. المية كانت بتفور وصوتها عالي كأنه حد بيصرخ، وأول ما دخلت الحمام حست بحاجة غريبة. الجو برد فجأة رغم البخار اللي مالي المكان. بصت في المراية واللحظة واحدة شافت وراها ظل واقف ثابت وبيبص لها. الخوف مسك فيها لكنها حاولت تبان قوية. مسكت الحلة وبدأت ترش المية المغلية وهي بتقول اخرج، أنا مش بخاف منك. أول ما المية لمست الأرض اتسمع صوت صرخة مش بشرية، صرخة طالعة من مكان واحد بس، عين الحمام. سكتت، قلبها بيدق بعنف، قربت ببطء وركعت تبص جوه. عين الحمام كانت بتغلي بس مش بسبب المية، كان كأن في حاجة جواها اتحرقت أو اتأذت. ومن اللحظة دي كل حاجة اتغيرت. كل ليلة صوت خبط في الحمام، المية تفتح وتقفل لوحدها، المراية تتكسر فجأة من غير سبب، وسلمى بقت تصحى من النوم مرعوبة وتقول هو زعلان عشان حرقناه. الأم بدأت تخاف والأب حاول يتجاهل، لكن الرعب كان بيكبر كل يوم. لحد ليلة الأب دخل الحمام وساب الباب مفتوح، وفجأة الباب اتقفل لوحده. فضلوا يخبطوا ينادوا عليه، مفيش رد. الصوت الوحيد اللي كان مسموع صوت مية بتغلي. لما كسروا الباب ما كانش فيه حد، اختفى كأنه ما كانش موجود. بس كان في حاجة واحدة بس، بخار مالي المكان، والمية بتلف جوه عين الحمام وكأنها بتتنفس. ومن وسط البخار اتسمع صوت واطي جدا بيهمس الدور عليك.